السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، النهاردة جاي لك بمراجعة بعض الأسئلة في السؤال أبو درجتين. ركز في السؤال أبو درجتين، أنت عندك 8 أسئلة بتبدأ من السؤال ال 28. عندك 8 أسئلة السؤال بدرجتين، بيبقوا على الجرامر وعلى البنكتويشنز علامات الترقيم، وبيبقى على الجزء النظري الخاص بالإيسي والباراجراف والإيميل. خلي بالك من الأسئلة دي. تعال نحل مع بعض الأسئلة. There was a leak in the pipe and we got a plumber. plumber يعني انت عندك got وعندك plumber. plumber مفعول به عاقل. انا عندي ثقب او عندي تسريب في المكان ده، فجبت البلمبر السباك علشان ينظف لي، علشان يصلح لي. فلما جيت السببيه، جيت مفعول به عاقل اوتوماتيك بتجيب تو المصدر، يبقى جيت. ادي جيت، خط تحت جيت، خط تحت بلمبر. بلمبر مفعول به عاقل اوتوماتيك تدينه تو زائد المصدر. يبقى احنا لما جبنا جوت وبلمبر تديني تو زائد المصدر، يبقى جوت زائد مفعول به عاقل تدينه تو المصدر. هاف او هاز او هاد زائد مفعول به عاقل تديني المصدر. دي اللي هي هاف وجيت السببيه. خلي بالك من السؤال ده لانه مهم جدا، والسؤال ده بدرجتين. طب نشوف السؤال اللي بعده. علاء on holiday. I saw him this morning downtown. ده علاء أكيد مش في أجازة، ده أنا لسه شايفه الصبح، يبقى أكيد مش في أجازة. دي أفعال الاستنتاج، وأفعال الاستنتاج في البسط دي أفعال الاستنتاج في الماضي. افتكرها كده. في المضارع بتجيب مصدر، في الماضي تجيب هاف والبي بي. في المضارع في المبني للمجهول تجيب بي زائد البي بي. في الماضي في المبني للمجهول تجيب هاف بين زائد البي بي. طب هنا الجمله عادي ماضي لان بيقول لي اي سو انا شفته. يبقى الجمله دي علاء زي ما انت كده بترد بتقول لي كانت هاف جان. اكيد علاء كانت هاف جان، اكيد ما طلعش في اجازه. يبقى النهارده انا عندي كانت اكيد لا، ماست اكيد مي ومايك للاحتماليه. بعرف منين هختار الاحتماليه ولا اكيد او اكيد لا؟ من الجزء الثاني من الجمله زي ما انت بترد كده وبتقول الاجابه فعلا زي ما انت بتقول. انت بتحل الاستنتاج بناء على زمن الجمله وبناء على الجزء الثاني من الجمله، فالاجابه هتبقى لتر ايه. تعالى بقى، ده جزئيه مهمه وجزئيه يعتبر التراكمي. I always to school even when it rained. الجمله زمانها باست زي ما انت بترد كده بتقول it rained يعني مطرت خلاص. وعندي وين ماضي بسيط، وعندي always. انت اول ما بتشوف always على طول بتقول ده مضارع بسيط، لا، هو بيجيب كلمات المضارع البسيط مع الماضي البسيط لتعبر عن عاده في الماضي. فانا عندي always، عندي usual، عندي often، عندي ever، عندي never، عندي sometimes، عندي seldom. كل دي كلمات المضارع البسيط بتيجي بين الفاعل والفعل الاساسي. يبقى انا عندي الفاعل الاساسي، الكلمات الداله على المضارع البسيط زائد ماضي بسيط تديني عاده في الماضي. زي ما انت كده بترد وبتقول لي هتبقى walked. I always walk. اوعى يخونك always وتجيب على طول walk غلط. walk مضارع بسيط، الجمله دي كلها ماضي. ما هو ماضي يبقى الجمله كلها ماضي، ما هو مضارع فالجزء الثاني مستقبل. وده اللي جاي يعتبر في السؤال اللي بعده. I am sorry but انا اسف ولكن you خط تحت need to stay in the office. اعتبر ان need to دي need to اعتبرها ان هي will والمصدر، يعني need to اعتبرها will والمصدر. خط تحت until يبقى انا عندي need to اللي هي بمعنى يجب، عندي رابط. يبقى انا لما يكون عندي الرابط وقبليه مستقبل او قبليه موديل فيرب، ما هي need to من الموديل فيرب وويل والمصدر من الموديل فيرب، وكل الافعال الناقصه بيسري عليها ما يسري على المستقبل. يبقى احنا هنقول ان need to بتساوي ويل وعندي رابط زي ما انت كده بترد. لا اجيب مضارع بسيط لا اجيب مضارع تام، فالاجابه هنا هتبقى have finished اللي هي لتر ايه. ونركز في دي مهمه قوي. عندي رابط تلو انتل، عندي افتر، عندي as soon as، عندي بيفور، عندي باي ذا تايم، عندي وين، عندي وايل. قبلها مستقبل بسيط او مستقبل قريب او مستقبل تام، بعدها مضارع بسيط او مضارع تام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.